مدينة الراعي، وهي مدينة كردية تقع في محافظة حلب منطقة الباب، حيث تبعد عن حلب 50 كيلومتر شمالا، وعن منطقة الباب 26 كيلومتر أيضا شمالا، وعن الحدود التركية 2 كيلومتر. عدد السكان بحدود 10,000 نسمة، المساحة 3500 هكتار. العشائر التي تقطن هذه المدينة هي عشيرة بيسكان الكردية، ويشكلون حوالي 30% من عدد السكان، وعشيرة إيلبقلي الكردية ويشكلون حوالي 15%، وعشيرة رشوان الكردية ويشكلون حوالي 40%. أما التركمان وعشيرة خراج العرب وعشيرة خنافرة وأرناؤوط أي ألبان هم أيضا متواجدون، وهؤلاء جميعا يشكلون 15%. أما الكرد فيشكلون حوالي 85%، لكنهم في هذه المدينة جميعهم يتكلمون التركمانية والعربية. ولأن أهل المدينة جميعا يتكلمون التركمانية والعربية لذلك يظن البعض بأنها تركمانية أي المدينة، لكن الواقع غير ذلك، لأن الكرد هم الأكثرية. يحدها من الشمال تركيا، ومن الجنوب قرية الوقف وتل عمار شرقي، ومن الشرق قرية هضبات الكردية، ومن الغرب قرية قنطرة. تشتهر الراعي بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون والخضروات الصيفية وأشجار الزيتون والفستق الحلبي والعنب. أتمنى على أهلنا الكرد في مدينة الراعي أن يعودوا إلى لغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسامي كردية، لأن نطقهم بغير اللغة الكردية يضفي عليهم طابع بأنهم غير كرد، وهذا مخالف للواقع والحقيقة. لكم الشكر.